السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد علي من قناه نجرب وفيديو جديد. بقالي تقريبا اكتر من شهر ونص ما صورتش، وده لاسباب معينه كده ممكن نبقى نقولها بعدين ان شاء الله. بس هنرجع واحده واحده، يعني على الهادي كده. فقبل ما نبدا كده الفيديو، يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويدينا اللايك الجميل، ويلا نبدا الفيديو. فيديو النهارده كده في الهيلث منه شويه، وبرضه ممكن نرد منه على سؤال: ايه احسن نوع تونه مشهوره في السوبر ماركت؟ ممكن لما نسال اي حد السؤال ده نسمع اراء كتير تقريبا ممكن تسمعوا كل الانواع اللي معانا هي احسن نوع، وكل واحد طبعا حسب تفضيله الشخصي. فانا جبت تقريبا 5 أو 6 انواع من اشهر الانواع اللي دايما بنشوفهم في السوبر ماركت، وقلت نشوف هل في فروق فعلا؟ لان دايما المقارنات هي اللي بتظهر الفروق دي، ولا الموضوع كله بس شركات وتفضيلات شخصية ما بين الناس. فخلينا كده نبدأ بأول نوع معانا، حاجة اسمها روز خشالة. دي شكلها، انا حاولت اوحد كله يبقى بنفس الوزن، بس للاسف ما لقيتش كل الانواع فيها الوزن اللي هو الصغير 140 جرام، كله 180 185، وكم نوع بس اللي هما 140. فدي ما لقيتش منها 140، لقيت دي ال 200 جرام قطعة واحدة وب 80 جنيه. برضه بيبقى فيه فرق أسعار ما بين القطعة واحدة والقطع طبعا مفتتة. أنا شخصيا مش برجحها يعني، وبحس إن هي مش تونة. طيب تعال نفتح كده ونشوف الرؤوس خشالة دي بتقول إيه. زي ما انتم شايفين كده هو فيها يعني زيت كتير، ولون التونة نفسه فاتح. طب تعالوا كده نبدأ ندوق ونشوف. ريحة حلوة، زي ما انتم شايفين كده لون لحمة التونة لونها فاتح، لونها روز شوية. تعالوا ندوق. بسم الله. طيب هي طعمها كويس، واهم حاجة ان هي ما فيهاش ريحة زفارة او حتى طعم زفارة. تعالوا نشوف اللي بعده. وتاني نوع معانا نوع اسمه توناتو. دي شكلها، ودي قطعة مش قطعة واحدة، ودي سعرها 63 جنيه ونشوف كام جرام. ودي وزنها 140 جرام. تعال نفتح كده ونشوف. هنا كمية الزيت أقل شوية، وبرضو اللون تقريبا يعني هو فاتح بس أغمق من اللي هو الروز خشالة. طيب تعالوا كده نجرب. هي ريحة تقريبا نفس اللي فاتت. تعال ندوق. بسم الله. لو هنا الطعم بصراحة ما عجبنيش كده، حاسه سادة قوي، مفيش طعم اللي احنا متعودين عليه، بس مفيش زفارة برضو للأمانة يعني، مفيش أي زفارة خالص. وعلى اللي بعده، تالت نوع معانا وهو توليدو. دي شكلها، توليدو من الماركات اللي ظهرت مؤخرا يعني. دي هقول لكم دلوقتي. دي حجمها 150 جرام وسعرها 56 جنيه ونص. تعال نفتح كده ونشوف. دي كمية الزيت يعني أكتر شوية من اللي فاتت، مش عارف باين معاك ولا لأ. دي شكل اللحم التونة، ولونه روز كده وفيه حتت فاتحة شوية. تعال ندوق. مش عارف، أنا حاسس إن هي قلبت على سردين ليه كده، فيها حتة زفارة كده، في شوية زفارة في الطعم. لأ دي أقلهم لغاية دلوقتي. اللي بعده. طب تالت نوع معانا او رابع نوع معانا، وبدأنا ندخل في الحاجات اللي هي مشاهير قوي، وهي دولفين. ودي شكلها طبعا معروفة. دي تقريبا 140 جرام زائد 10 جرام، يعني 150 جرام قطع. سعرها هقول لكم ب49 جنيه. دي تقريبا ارخص واحدة معانا النهاردة. طيب تعال نفتح كده ونشوف. وتعال نشوف كده اللحمة. هي الريحة زي كل الروائح اللي فاتت بصراحة.
كلهم نفس الريحة، بس هنا اللحمة تحسوها مهرية شوية أكتر. تعالوا ندوق. بسم الله. طيب هي دي بصراحة لغاية دلوقتي هي أحلى تونة كطعم. هي طبعا مملحة شوية، يمكن ده اللي عامل شوية طعم، بس يعني لأ، هي ما فيهاش زفارة، والطعم اللي هو طعم التونة اللي احنا متعودين عليه ده، فلا عجبتنا أوي لغاية دلوقتي. طيب خلينا نروح لقبل آخر حاجة معانا، واللي هي حدائق كاليفورنيا. طبعا دي من الأنواع المشهورة كده، دي شكلها، ودي قطعة واحدة، والوزن بتاعها 185 وسعرها 70 جنيه. سعرها معقول مع وزنها. وتعالوا نفتحه ونشوف. بس اللون فاتح جدا ولون روز كده، هوريكم دلوقتي. ده اللون زي ما انتم شايفين. بس ريحة فيها سنة زفارة شوية. في ريحة زفارة فعلا. تعالوا ندوق. لا ده حرفيا اوحش واحدة جت معانا النهاردة. تعالوا نروح لاخر واحدة واشهر واحدة معانا، واللي هي سانشاين. دي طبعا من اشهر البراندات الموجودة في السوبر ماركت والبقالة والاكشاك حتى. ودي قطعة واحدة، ودي 160 جرام، وسعرها اقول لكم دلوقتي ب59 جنيه. تعال نفتح كده ونشوف. دي كمية زيت كتير ولون مختلف تماما، فتعال نشوف كده مع بعض. تعال ندوق. بسم الله. لا بصراحة كده طعمها حلو ورايقة، وتحسوها كده زي ما تكون مزبدة. لا بصراحة تستاهل الشهرة بتاعتها. طب خليني كده ألم الدنيا وارجع اقول لكم على خلاصة الفيديو. طيب هي بالنسبة للمقارنة اللي عملناها النهاردة، فأنا أحسن تقريبا شركتين عجبوني هي شركة دولفين وشركة سانشاين. وسانشاين تقريبا هي التونة بتاعت الشعب المصري كله، فبصراحة لا تستاهل ان هي تكون فعلا من اشهر البراندات الموجودة. اما بقى الانواع فعندكم اللي هي حدائق كاليفورنيا وتليدو، دول يعني تقريبا فيهم نسبة زفارة عالية. وروس خشالة برضه مش وحش، بس اعتقد يعني ان هو سعره عالي شوية، وبعدين مش موجود في كل الاماكن، انا لقيته في مكان واحد بس تقريبا. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنسوناش من لايك والشير، واستاذنكم كده ان نعمل شويه لايكات وشيرات، عشان القناه طبعا لما بتقعد فتره ما فيش اي تفاعل عليها الدنيا بتنام شويه، فيعني صحصحوها معانا، وصحصحوا انتوا كمان معانا بالاشتراكات الجميله بتاعتكم، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي جايه. واللي بيتفرج عليا من فيسبوك متنساش يتابعنا على الصفحه ويعمل لايك وشير، واكونت انستجرام هتلاقوه في صندوق الوصف، ممكن تتابعونا عليه. واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. شكرا ليكم. سلام.